السلام عليكم، ازيكم يا باشمهندسين؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده باذن الله هتكلم عن بروجكت دكتور جمال. طيب البروجكت هو طالب مننا ان احنا هنعمل داب ريسيفر. طب ايه هو الداب؟ الداب هو ديجيتال اوديو برودكاستنج. هنستخدم فيه برنامج معين، وده طبعا السبب الاساسي للفيديو. هنستخدم برنامج جي ان يو راديو تول كيت. تمام. البرنامج ده فري، وهو اصلا اوبن سورس، و وكومباتبل مع ماك او اس، كومباتبل مع ويندوز، كومباتبل مع انظمه التشغيل التانية زي اوبنتو وغيره كتير. بس مشكلته انه في الويندوز بيبقى عنده مشاكل كتيره جدا. هو اساسه اصلا ان هو بيشتغل على اوبنتو. طيب هنا شويه معلومات تانية عن احنا المفروض هنعمل ايه، او ايه اصلا اللي بيوفره لنا البرنامج وكده. بيوفر لنا بلوكس جاهزه زي لاف فيو، لو انتوا فاكرين حاجه كده، ايه بتسهل علينا الامور. تمام. وان احنا يعني في البروجكت ده احنا نكون خارجين بمعلومات قيمة جدا. يعني هيبقى يعني هو مطلوب مننا ان احنا على الاقل نكون غطينا الحاجات دي كلها. غطينا ايه؟ غطينا ان احنا نبقى عارفين حاجة عن السوفت وير ديفايند راديو. يعني نبقى عارفين حاجة باك جراوند عن الداب تكنولوجي. نبقى عارفين الداب ستاندرد. نبقى عارفين نتعامل على البرنامج اللي احنا بنعمل فيديو عشانه النهاردة. بنبقى نقدر نستخدمه ونتعامل عليه، ونقدر ان احنا نعمل implementation لأي حاجة احنا عاوزينها بالبرنامج ده. طيب ده كده اول حاجة. تاني حاجة عندنا النهاردة هي البرنامج ذات نفسه. البرنامج هو جي نيو راديو. البرنامج ده زي ما قلت لكم هو ده الموقع بتاعه. احنا هنسيرش عادي على جوجل. هنجيب اول ويب سايت هيجيلنا، هندوس على انستليشن، وهنخلينا على البيج دي شوية. تمام. وغيره. هو عندنا هنا احنا هنتعامل مع اوبنتو ان شاء الله. يعني انا اشرحه على اوبنتو 22 04. تمام. وطبعا طريقة تسطيبه عليه سهلة جدا جدا. هو هيكون بالكود ده طبعا، او بالامر ده، كوماند هنكتبه في تيرمينال عادي. وهشرح لكم ده قدام شوية، كل الحاجات دي هشرحها. وطبعا لو احنا ما قدرناش نسطبه بالطريقة السريعة دي، نقدر برضو نسطبه بدية، لان اوبنتو ده يعتبر برضو ده يا دوب بس ابجريدد منه مش اكتر. وفي طريقة على الويندوز تاني برضو، وبيشرحها هنا كلها وكده، بس للأسف ان هي بيبقى فيها شوية مشاكل. احنا يعني في غنى عنها. يعني احنا مش هننزله على ويندوز، فاحنا هننزله على اوبنتو. تمام. طبعا دي انستراكشنز لكل الانستليشنز اللي ممكن تقابلنا وكده. يعني في على زي ما قلت لكم على الجروب في حاجات يعني زي ديبيان اوبنتو بنستخدم الامر ده على طول. على فيدورا بنستخدم الامر ده. فده كله ما يلزمناش، لان احنا خلاص هنستخدمه على اوبنتو. تمام. طيب هنبدأ اول خطوة. احنا عندنا طريقتين ان احنا نسطب اوبنتو على الجهاز بتاعنا. ايه هما؟ اول طريقة ان احنا نحمله من الويب سايت بتاعه. هنكتب اوبنتو. تمام. هنجيب اول ويب سايت، اكسبت، هندوس على داونلود. هيجيلنا حاجة زي كده. هو ده 22 04 LTS. تمام. في طريقتين. اول طريقة ان احنا هنحمله عادي ايزو زي اي ويندوز احنا بنحمله، ونحرقه على فلاشة ونسطبه جنب الويندوز، يعني كأننا بنسطب ويندوز عادي جدا. وطبعا ليه طرق كتيرة جدا ازاي نسطبه كده. وطبعا دي يعني حاجة بتبقى كويسة جدا لو حد حابب ان هو يتعامل عليه بقى كتير جدا. تاني طريقة واللي احنا طبعا هنستخدمها هي الفيرشوال بوكس، او هنستخدم في ام وير. طيب احنا اللي ما عندوش فيرشوال بوكس او في ام وير، احنا هنكتب مثلا فيرشوال بوكس، او هنجيب اوراكل في ام وير فيرشوال بوكس. وطبعا ده حاجة بيعمل لنا ايه؟ بينزل لنا انظمة تشغيل تانية على النظام بتاعنا. يعني ايه؟
يعني حاجة جوه حاجة جوه حاجة، احنا نقدر ان احنا نسطب اي حاجة احنا عاوزينها على حسب الامكانيات بتاعتنا وكده. تمام. هنخش عليه على الداونلود. اول حاجة هنداونلود فور ويندوز، ويندوز هوستس، وهنحمله عادي جدا. طبعا انا محمله فانا مش محتاج ان انا احمله تاني. تمام. دي اول حاجة، حملناه سطبناه تسطيبه عادي جدا. نيكست 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 فينيش. هيفتح معانا بالطريقة دي. لما نفتحه هيظهر لنا كده. طيب تمام. احنا دلوقتي آم، احنا دلوقتي فتحناه هو. هنخليه دلوقتي لحد ما نحمل النظام بتاعنا. احنا هنجيب النظام زي ما قلت هنحمله. طبعا انا عشان ما احمله فانا مش هحمله تاني. هندوس على 22.04 دي عادي جدا. thank you for downloading ubuntu. هينزل عادي جدا. هنا بعد ما ينزل هينزل كامل نسخة ايزو. خلاص احنا اعتبرناه نزل ان هو موجود عندي. دي كده اول خطوة. تمام. كده احنا معانا الفيرشوال بوكس اللي احنا هنعمل عليه اوبنتو، ومعانا الاوبنتو. تمام. انا معايا اوبنتو فانا مش محتاج ان انا اسطب تاني. تمام. او احمل تاني قصدي. فهنبدأ بسم الله ان احنا هنفتح البرنامج عادي جدا. البرنامج هو بسيط فوق ما تتخيلوا. احنا كل اللي هنعمله هندوس اد. ده لو احنا عندنا نسخة قبل كده واحنا عايزين نشغلها. طبعا زي انا عندي كذا نسخة فمثلا بشغل على طول. ونيو لو احنا هنعمل بقى من اول وجديد، وده طبعا اللي احنا هنشتغل عليه. تمام. هنعمل نيو. هنكتب اوبنتو الاسم عادي. هو هيظبط لنا الكونفيجريشنز بتاعته. هندخل. هو عندكم هيبقى جايدد مود، يعني انا بقى عملته اكسبرت مود عشان احنا هنعدل فيه حاجات كتير. فاحنا هيجيلكوا كده هندوس اكسبرت مود. هنكتب اوبنتو. بعد كده هنختار المكان اللي هو هنسطبه فيه. يفضل ان هو يكون في نفس المكان اللي هو محدده ويكون عندنا مساحة كويسة. تمام. الميموري سايز دي الرام اللي هو هيستخدمه. هو بيشتغل اقل حاجة على 1024 يعني 1 جيجا رام. بس انا بحطه مثلا على 8 او كده. هو ما بياخدهاش من الويندوز بتاعنا غير لما بنضغط عليه فبيسحب من الويندوز عادي زي اي برنامج يعني. بس هو مش هيعدي 7 جيجا من السحب ده. لو سحب اصلا لو حطيته مثلا على 3 فهو مش هيعدي 3 جيجا في الضغط على الرام. فاحنا هنخليه 7 احسن حاجة. وهو طبعا هيشتغل على 1. عندنا هنا الهارد ديسك. احنا لازم نعمل له هارد ديسك فيرتشوال او افتراضي او هارد ديسك. يعني حاجة مش موجودة احنا بناخدها من الهارد. انا هكريت واحد جديد. لو عندنا واحد احنا بنقدر نحطه على طول، بس احنا هنكريت من اول وجديد. هندوس كرييت. هيجيب لنا كده هيقول لنا انت عايزه كام جيجا. احنا يفضل ما يكونش اقل مثلا من 40 او 50 جيجا. فانا هخليه 50 جيجا. تمام. وهنخلينا على فيرتشوال بوكس ديسك ايمج. عادي نستخدم اي حاجة فيهم بس انا بفضل ده طبعا. هنخليه dynamically allocated بحيث ان هو لو المساحة زادت هو يزود من عنده وما نحتاجش ان احنا نزود بنفسنا تاني. تمام. هنكريت. هندوس كرييت. خلاص كده احنا عملنا اول خطوة. تاني خطوة هنروح هندوس على اوبنتو كده كليك يمين. هندوس سيتنجز او على سيتنجز من هنا على طول. تمام. هنخش على الحاجات اللي هنظبطها تظبيطة يعني بحيث ان احنا ندخل على اوبنتو مش ناقصنا اي حاجة. هندوس مثلا ادفانسد. هنخلي الكليبورد اخر حاجتين دول بحيث ان احنا نقدر نعمل كوبي من حاجة اللي عندنا او يعني من النظام للويندوز او من الويندوز للنظام. تمام. دي اول حاجة. هنخش على سيستم. هنزود البيز ميموري شوية. ده لو احنا عايزين نزود الرام او نسينا نزوده من هناك. تمام. هنحط النتورك. هنخش على البروسيسور. هنزود بروسيسور. هنخليه الحد الاخضر مثلا 4 كور على حسب بقى جهازنا يستحمل قد ايه. تمام.
هنخش على acceleration نتأكد ان هي شغالة. تمام. بعد كده هنخش على الديسبلاي، يفضل ان احنا نزود الديسبلاي للاخر. تمام. وبس. هنا الديسبلاي. الستورج دي بقى الخطوة المهمة، اهم خطوة. احنا دلوقتي عندنا الهارد اهو. طيب نحط بقى الاوبنتو فين او النظام فين؟ هنيجي هنا في المكان الفاضي ده، يبقى احنا دخلنا على ستورج، جات لنا كده، هندوس على empty دي، هي هتظهر عندكم كده بالظبط. هندوس على علامة الاسطوانة ونروح نختار اوبنتو، هندوس تشوز ا ديسك فايل ونروح على المكان اللي احنا حاطينه فيه. انا حاطه عندي هنا، فانا هدوس عليه هيظهر لي كده بالشكل ده. وهنعمل لايف سي دي دي في دي، بحيث ان هو يبقى كأننا اسطوانة ويندوز عادية بنسطبها. في حاجات تانية طبعا زي الاوديو والنتورك والحاجات دي كلها، دي متظبطة، مش محتاجة فيها حاجة يعني. انتوا بس ظبطوا السيستم والديسبلاي. تمام. والستورج عشان نضيف اوبنتو. اوكي. اوكي. هندوس بقى اوكي كده. تاني خطوة خلصنا منها. هندوس ستارت، هنبدأ بقى. تمام. احنا يعني هو فيرتشوال بوكس كأننا بالظبط يعني عندنا لابتوب جوه اللابتوب، او عندنا جهاز جوه الجهاز بيشتغل عادي زي اي جهاز يعني، زي جهازنا بالظبط، بس حاجة فيرتشوال يعني، مش حاجة لازم نقفل اللابتوب عشان نشغله والكلام من ده. تمام. وبنتو عندنا بيفتح بيحمل اهو. انا هكبر الشاشة. في البداية هتلاقوه صغير كده، بس طبعا احنا هنكبره بعدين وكده من جوه الاعدادات لما ان شاء الله يفتح معانا وكده. تمام. فهنستنى شوية لحد ما يفتح. انا متعمد ان انا ما اقصش الفيديو عشان اعرفكم ان الحتة دي بتأخر شوية، لان هو يعني ده بس في البداية مش اكتر يعني. في بداية ان احنا لما نحط لايف سي دي او كده هو هيأخر كده في البداية. تمام. ادي كده اوبنتو فتح معانا. هيجينا اوبشنين دلوقتي. تمام. اول اوبشن هيظهر معانا كمان شوية هو تراي اوبنتو. تراي اوبنتو يعني ايه؟ يعني ان احنا نجربه من غير ما نسطبه، نجربه كده، وكل مرة هيفتح معانا بنفس الطريقة وندوس تراي، بس كل حاجة كنا عملناها تتمسح عليه، احنا يا دوب بنجربه. تمام. ده للشخص اللي هو عاوز مثلا ايه يخلص البروجكت في قعدة مثلا ويمسحه مش هيحتاجه تاني، فممكن يدوس تراي اوبنتو ويشتغل الشغل اللي هيشتغله وشكرا. بس طبعا انا ما برجحش الحاجة دي، لان هو ممكن يحصل حاجة فيعيد كل اللي عمله من الاول. تاني حاجة هي انستول اوبنتو. انستول اوبنتو هي الحاجة اللي احنا طبعا هنعملها دلوقتي، لان احنا اصلا بنتعلم ازاي نسطبه. تمام. تمام. فهنستنى شوية لحد ما يحمل معانا، هنشوف بقى احنا هنعمل ايه بإذن الله. طيب الحمد لله فتح معانا اهو. هندوس بقى انستول اوبنتو كده، احنا هنسطبه. تمام. هيجيلنا اللغة، هنختار continue. بعد كده هنخليهم زي ما هما continue. ممكن نشيل اوبشن داونلود ابديتس عادي جدا، بس يعني هنخليه بما اننا مبتدئين فمش هنعمل اي حاجة زيادة عن اللي انا هقوله بإذن الله، ومش هيحصل اي مشاكل ولا اي حاجة هتقف معانا. طبعا هو بيقول لنا هنا ان مفيش اي اوبريتنج سيستم عندنا لان احنا عملنا هارد جديد. هنختار erase disk and install ubuntu. هو هيمسح من عنده ويسطب براحته، هيمسح الهارد اللي احنا عملناه ويسطب عليه. تمام. بيقول لنا هنا ان هو هيعمل الحاجات اللي جايه دي، هيفرمت ده البارتيشن ده وهيعمله اي اس بي عشان يعمل بوت عليه، والبارتيشن ده اللي هو اللي عليه النظام بتاعنا. هندوس continue. دي حاجة كده زي المنطقة بتاعتنا عشان الوقت وكده. كايرو. هندوس continue. الاسم هنكتب اسم عادي جدا. عادي برضو نخلي ده ثابت او كده، نخلي برضو هيثم. بعد كده ممكن نحط باسورد او لا. انا بحط باسورد حرف او حرفين عادي جدا برضو. كلمة واحدة يعني اللي يعجبكم.
هنخش على ايه، على هنعمل باسورد بسيط، بعد كده ندوس require my password to login، بعد كده continue. بس كده بيسطب. that's all. كده احنا عملنا اول خطوة ان هو يسطب، وتسطيبه سريع جدا جدا جدا. طبعا احنا مفروض ان احنا نستنى، وبعد ما هيسطب هيعمل ابديت لو في حاجة محتاجة يحصل لها ابديت، وخلاص يعني كده يبقى احنا سطبناه. طيب ايه بقى اللي هنعمله بعد كده ان شاء الله؟ ان احنا نمسح ال الاوبنتو اللي احنا حطيناه في الاعدادات على اساس ان هو سي دي، احنا خلاص مش محتاجينه، فاحنا سطبنا خلاص على الهارد، فهنسيب الهارد بس. تمام. فانا مستني بس ان هو يخلص، وان شاء الله برضه هوضح الحتة دي. بالمناسبة عندنا زراير تانية هنا، الزراير دي بتساعدني في شوية حاجات يعني ظهر هنا مثلا audio output enabled audio input disabled. يعني ايه مثلا؟ يعني ان انا يجي لي صوت بس انا المايك على الاوبنتو مش شغال مثلا. انا شغال دلوقتي على اوبنتو دوت اي، يعني نسخة اوبنتو اللي احنا حملناها، في حاجات تالتة ورابعة وخمسة. يعني الموضوع بيعرفنا كل حاجة او كل configurations احنا عاملينها. وفي هنا حاجات فوق بتساعدنا طبعا، تيك سناب شوت، ناخد سكرين شوت، نخش على الاعدادات، نعمل فول سكرين، سكيلد مود. بس طبعا ما تعملوش حاجة غير فول سكرين بعد ما هوريكم دلوقتي. input في كيبورد، في هنحط مثلا كنترول الت ديليت بدل ما احنا ما بندوس، يعني كل حاجة موجودة هنا. devices الموجودة احنا حاطين اوبنتو اهو، الاوديو حاطين الاوديو اوتبوت بس، نتورك حاطين نتورك ادابتر، يو اس بي نفس الكلام. shared folders دي علشان نستخدم ملف مشترك ما بين الويندوز بتاعنا العادي واوبنتو من جوه، فهيبقى ظاهر على اساس انه بارتيشن. يعني الملف ده هيظهر عندي في الويندوز، لو نقلت فيه حاجه هتدخل على اوبنتو من جوه. وفي شيرد كليبورد احنا عملناها اخر حاجه علشان اللي هي باي ديكشنرال، مش بعرف انطقها كويس، بس يعني ان انا اقدر انقل من هنا لهنا او انقل من هنا لهنا، مش انقل من مكان واحد وكده. ودراج اند دروب ان انا ممكن ادراج حاجه من الويندوز، يعني مثلا طبعا انا مش هينفع اوضح دلوقتي عشان احنا لسه بنسطب، بس نقدر ندراج حاجه مثلا كده ونحطها جوه الويندوز. تمام. فاحنا مستنيين اهو ان هو يسطب الموست فينيش كوبينج فيلز. هنا بيعمل انستولينج سيستم، لان هو خلاص خلص كوبينج للملفات من على الايزو، هيعمل لها خلاص انستولينج. والخطوة دي تقريبا ما بتأخرش جامد، فعلا ما بتأخرش، يعني هيعمل بس ان هو بيشوف الدنيا وكده. بيقول ان هو باقي دقيقتين ويخلص الموضوع ده. الخطوة دي هي محتاجة نت طبعا، فانا هوقف الفيديو لحد ما تخلص وان شاء الله يرجع تاني. ورجعنا تاني، هو خلاص باقي 5 ثواني ويخلص. تمام. احنا ممكن نسكيب الخطوة دي اصلا، بس انا مش حابب اسكيب، لان احنا لو عملنا سكيب هنضطر نعملها لما نخلص اوبنتو، فنخليه يعملها بالمرة عندنا هنا. تمام. بالنسبة للسكرين، هي تبان ان هي صغيرة، بس احنا طبعا عشان احنا لسه هنظبطها من جوه، هنظبط كل الاعدادات وهنظبط كل حاجة، هنسطب البرنامج، هنسطب كل حاجة. مش هنحتاج ان شاء الله يعني حاجة غير اللي انا هقولها في الفيديو ده بإذن الله. هو لسه بيحمل حاجات، يعني بيعمل لها انستول، بس مش مشكلة، هي مش هتطول خالص يعني.
هو كده في اخر خطوة، هو الجراب انستول دي هي علشان بس يقدر يعمل بوت على الاوبنتو من غير يعني ما يكون في مشاكل وكده. خلاص هو كده يعتبر عمل كومبليت، بيمسح بس الحاجات الزيادة اللي هو استخدمها في التسطيب وخلاص. هو الموضوع يعني لحد دلوقتي ما اظنش ان هو فيه صعوبة، بس انا حبيت اشرحه عشان في ناس لسه اول مرة تتعامل مع فيرشوال بوكس او فيرشوال ماشين بشكل عام، وتتعامل مع تسطيب حاجة بالشكل ده، لان هي حاجة مختلفة شوية يعني. وانصحكم تجربوا على فيرتشوال بوكس، محدش يجرب انه يحرقه على فلاشة ويسطبه على الويندوز على الجهاز قصدي ذات نفسه، لان ممكن يفرمط الهارد بالغلط، ممكن يعمل مشاكل كتيرة. فيخليه احسن على الفيرتشوال بوكس ويقدر يمسحه في اي وقت، ومش هيحصل اي تأثير على الهارد بتاعنا او على الويندوز بتاعنا باي شكل من الاشكال. تمام. وهنا بيشوف لو في حاجة ناقصة، بيعمل لها داونلود. حاجات يعني بتبقى بسيطة جدا، مش بتبقى حاجة كبيرة او معقدة او كده. تمام. ان شاء الله يعني مش هيطول. احنا ممكن نسكيب، بس زي ما قلت لكم انا مش محتاج ان انا سكيب عشان برضو ايه، يبقى كل حاجة واضحة. هو خلاص بيعمل preparing. هو ممكن التسطيب يكون اسرع عند حد او اضعف على حسب احنا عملنا الرام قد ايه. يعني انا حاطط له رام 7 جيجا، طبعا ده من جهازي انا. ف فهو بيشتغل على رام 7 جيجا كأنه في رام 7 جيجا. لو حطيت له رام 16 فهيشتغل على 16 كله بتاعنا. لو حطيت له بس كده انستوليشن كومبليت. تمام. هنعمل ريستارت ناو، وكده الف مبروك. كده احنا معانا اول حاجة اوبنتو. تمام. نيجي بقى على تاني حاجة. طبعا احنا هنا الخطوة دي احنا بس كل اللي هنعمله ان احنا هنروح على الاعدادات بقى. يعني عادي نروح من هنا او لما نقفله خالص خالص ممكن نطلع نقفله كده، وعادي جدا يعني مش هيحصل اي مشاكل. هنروح هنعمل على السيتنجز، هنروح على الاستورج كان فيها ايه، كان فيها اوبنتو اللي احنا ضفناه. هنشيل اللايف سي دي او هنشيله كله يعني هنريموف الاتاشمنت. بس طبعا احنا مش هينفع نريموفه من هنا غير يعني ندوس على علامة الاسطوانة وريموف ديسك فروم فيرتشوال درايف. خلاص احنا كده شلناه. هندوس انتر وهيعيد بقى من اول وجديد. هيفتح بقى خلاص من غير اوبنتو. احنا كده مش محتاجين اللي احنا حملناه خلاص يعني. كده هيفتح متسطب جاهز في كل حاجة، مش هيكون في اي مشاكل باذن الله. وهيفتح طبعا يعني مش هيأخر زي ما أخر من شوية، بإذن الله هيفتح بسرعة. اهو كده فتح. هنخش هندوس على نفسنا الباسورد اللي حطيناه، هندوس انتر، نفتح عادي جدا زيه يعني. ده كده اوبنتو. تمام. اول حاجة هنعملها على طول عشان الشاشة الصغيرة، هنخش على الاعدادات. هندوس على يعني ممكن ندوس من فوق هنا عند الباور ونروح على سيتنجز على طول. ممكن ندوس من شو ابلكيشنز ونكتب سيتنجز ونروح عادي جدا يعني. في سيتنجز هنا وفي سيتنجز هناك في كل مكان يعني. تمام. دي شوية اعدادات هنسيبها كلها.
حاليا هنروح على الديسبلاي. فين الديسبلايز؟ الديسبلايز. هنكبر الشاشة بتاعتنا، هنخليها مثلا 1920 في 1080 زي شاشتي. هن ابلاي كيب تشينجز. تمام كده ما شاء الله الشاشة واضحة. ممكن نروح تاني على فيو ونعمل فول سكرين مود ونكبر الشاشة اكبر، بس ايه يعني خلينا كده حاليا. تمام خلاص ده كده اوبنتو. هو ده اوبنتو. هنعدي الحاجات دي نيكست 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 عادي جدا. نيكست ده. تمام ده كده اوبنتو. شكله النظام عامل ازاي. جاي لي هنا مثلا ان في ابديتس عايزه تنزل للجهاز، فطبعا احنا مش هننزلها. remind me later. طبعا ممكن يظهر لكم ممكن لا، يعني عادي جدا. الهوم عادي، ملفات عادية جدا زي النظام بتاع زي يعني الويندوز، يعني هو حاجة شبه الويندوز. وهنا في ستور بنقدر نحمل من عليه الحاجات بتاعتنا. اوبنتو سوفت وير نقدر نحمل من عليه حاجاتنا، اي حاجة احنا عاوزينها زي جوجل بلاي كده، او زي مايكروسوفت سوفت وير. ماشي. انا بس بشرح لكم حاليا ايه هو او هو شكله عامل ازاي او بنتعامل عليه ازاي والكلام ده كله، عشان الناس بس اللي هي اول مرة تشتغل عليه وتتعامل عليه. فده بس هيكون زيادة شوية علشان بس ايه الناس. في حاجات كتيرة بقى، ده اوبو اس ستوديو، سكاي بي مثلا، في حاجات متصنفة هنا. ده احنا لو عايزين نحمل حاجة مثلا ندخل على ميوزك اند اوديو، هنلاقي مثلا سبوتيفاي، هنلاقي مثلا حاجات كتيرة. هنلاقي لو احنا عايزين نحمل يعني زي اي سوفت وير عادي جدا. وده المتسطب عندنا، وده الابديت اللي محتاج يتحدث. هنخش على ايه؟ على احنا بس هنكبر الشاشة عشان انا مش ظاهر عندي الابليكيشنز من تحت. الشو ابليكيشنز هي تحت هنا، هي شو ابليكيشنز هندوس عليها. دي التطبيقات اللي عندي في اوبنتو. تطبيقات عادي جدا زي اي تطبيقات، يعني كأنه بالظبط حاجة زي الويندوز. يعني دوست فيديوز مثلا، يعني لو في فيديو اقدر افتحه مثلا، اي حاجة عادي زي الويندوز بالظبط يعني في الحاجات دي. لكن الزيادة بقى عندنا هو ده التيرمينال. التيرمينال ده هو الحاجة الوحيدة الزيادة عندنا. احنا ممكن نفتحه ندوس كنترول تي. ده فاين. تقريبا ويندوز كنترول تي. اوكي. هندوس على هنجيبه يعني من هنا. ممكن نسيرش تيرمينال، نكتب تيرمينال هيجي لنا. ماشي. سيرش على طول تيرمينال، او نجيبه من لما نشوفه في التطبيقات دي. احنا جبنا التيرمينال ده بقى. شغلنا كله هنا احنا بنكتب اي حاجة طبعا بكونسبت معين او كوماندز معينة احنا بنكتبها. الكوماندز دي بتبقى عندهم، واحنا يا دوب احنا بنعمل لها رن حاجه زي كده. يعني مثلا ايه؟ يعني انا دلوقتي مش شايف ان انا مش عندي في ال سي بتاع الفيديوز بما ان كله عارفه. فانا عندي ان انا اسطبه ازاي. مثلا اكتب sudo apt install والحاجه اللي انا عاوز اسطبها VLC. طيب الحاجات دي، الامر ده مثلا امر عشان انا اديله امر روت او امر ان هو لازم يعمل الحاجه دي، وابت انستول يعني دي حاجه برضو في اوبنتو او لينكس عموما برضو بتقول له سطب لي او كده VLC. سطب لي VLC. هدوس انتر، اكتب الباسورد. هدوس على الباسورد، بس طبعا هو ما بيظهرش هنا، بس هو بيبقى مكتوب يعني ما تخافوش لو ما ظهرلكوش حاجه. هندوس انتر مثلا، هيتحمل يقول ان انا هحمل 64 ميجا وهيبقى معاك 253 ميجا. يس اور نو. ممكن ندوس واي على اساس انه يس او انتر على طول. لو دوسنا ان وكتبنا هيلغي الحاجة دي يعني. فهو بيقول لي هنا ان هو 9% وبيحمل كذا في الثانية، يعني موضوع سريع جدا. تمام.
نقدر نضيف تاب تانية، نكتب حاجة تانية في نفس الوقت. بس طبعا احنا مش بنكتب اي حاجة، احنا بنكتب حاجة اسمها command line او command line linux. تمام. الحاجة دي احنا لما بنتعلمها الكوماند لاين لينكس ده بيعلمنا الاوامر اللي انا بقول لكم عليها دي. يعني مثلا ايه؟ يعني في حاجة زي ls اسمها list. ls دي بتعرض لي الملفات اللي في المكان اللي انا فيه حاليا. ls يعني بيقول لي ان انت عندك ديسكتوب، عندك دوكيمنت، عندك داونلودز، عندك ميوزك. طب دول اللي هم فين؟ دول اللي هم اهم بالظبط، هم فالادوات، فاللي انتوا لو انتوا عايزين تتعلموا الاوامر دي وتتعاملوا معاها بعدين، تتعلموا حاجه اسمها كوماند لاين لينكس. ابحثوا عنها وكده وهتعرفوا ايه هي اهم الاوامر اللي احنا نقدر نتعامل بيها. زي مثلا البرنامج الامر اللي انا قلت له سطب لي ده، فبيسطب بقى، بيبدأ يحمل ويسطب وهو بيعمل كل حاجة لوحده. طيب في حاجات طبعا كتير حتى موجود في ليبري اوفيس، مثلا زي دبليو بي اس اوفيس كده، او زي وورد بنقدر نكتب عليه برضو نتعامل عليه. يعني في حاجاته منه فيه كده. في كل حاجة، وحاجة محترمة جدا وحاجة قوية جدا. فيعني اتعلموه كويس جدا، هينفعكم بجد وجامد جدا جدا جدا. اهو هو قال لي كده ان هو خلص تسطيب خلاص. يعني مثلا يعني انا قلت لكم ان احنا سطبنا في ال سي، هدوس على الابلكيشنز فين في ال سي اهو نزل. فهمتوا قصدي ازاي؟ مثلا يعني بدل ما نخش فايرفوكس وندوس داونلود في ال سي ومش عارف ايه، لا هو كود واحد كتبناه حمل لنا في ال سي. طيب انا ليه بقول الكلام ده؟ عشان الخطوه الجايه احنا عايزين جي ان يو راديو ده. هنجيب اول ويب سايت زي ما قلنا، هو انستليشن. مش لازم نجيب كل ده، انتوا ممكن تكتبوا ورايا الكود اللي انا هكتبه على طول، بس انا بوريكم. بس بيقول لي ان انت عشان تسطبه على اوبنتو اللي احنا عليه اكتب لي بس سودو apt get install gnu radio. مش ده اللي انا كتبته لما كنت بكتب في ال سي والكلام من ده؟ هو يعني هو بس مزود لي جيت. يعني انا لو رجعت ورا على الكود، اول كود انا عملته، هنلاقي ان انا كاتب سودو apt install vlc. نفس الفكره بالظبط. هو كل الفكره ان انا هغير الحاجه اللي انا هسطبها. انا هسطب جي ان يو راديو، فانا هغيره بس. فانا هكتب هنا مثلا او كوبي بيست على طول سودو apt install جي ان يو راديو. ممكن يقول لنا موجود وممكن يقول لنا لا. لا هو الحمد لله قال لنا ان هو موجود. قال لنا ان هو هياخد 198 ميجا بايت وكده، بيقول لنا كل حاجه. ممكن ادوس اكتب واي على اساس انه يس، ونو ان على اساس انه نو. فانا بدوس انتر على طول بحيث ان هو يس. فهو خلاص بيحمل اهو. هيحمل، بيقول لي ان هو بيحمل 5000 كيلو بايت في الثانية او 5 ميجا في الثانية، 2 ميجا في الثانية. هياخد دقيقة لحد ما يحمل، وهو حمل 27% و28%. بيحمل دلوقتي الكلام ده، يعني الكلام ده كله هو حمله. فاحنا لسه في 35%، 37%، وهكذا لحد ما يحمل. هوديكوا تاخدوا لفة كده على اوبنتو. اوبنتو ده فيه كل حاجة انتوا نفسكوا فيها. يعني ايه؟ يعني هو دلوقتي نضيف قوي، يعني ما فيهوش اي حاجة يعتبر غير التطبيقات الاساسية. ففي بقى حاجات كتير جدا 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 نقدر ان احنا نتعامل مع سكريبتات. سكريبت مثلا لو سكريبت بايثون معين مثلا، يعني بما ان كتير قوي بيتعامل مع بايثون، مثلا انا ممكن اكتب بايثون على طول. تمام. كتبت بايثون. طبعا هو يعني عشان انا ما كتبتش بايثون 2 او بايثون 3، فهو موجود عنده بايثون 3. فكتبت بايثون 3 على طول اهو. مثلا خلاص ده كومبايلر لبايثون دلوقتي. مثلا يعني print hello world وهكذا. تمام. ف فيعني هو صراحة يعني في كل حاجة احنا ممكن نحتاجها. طب ايه ده انا ما عنديش بايثون 2 مثلا. بيقول لي انت لو عايز تحمله خلاص اهو سودو apt install بايثون 2.
اكتب يا باشا سودو زي ما كتبت المرة اللي فاتت بالظبط، سودو مثلا apt install بايثون 2 بايثون 2 مثلا، يعني اكتب الباسورد وانتر. هو طبعا هيقول لي مش هينفع نسطبه دلوقتي عشان انا بسطب حاجة تاني، يعني هو خلاص قرب يسطب ده. بعد ما يسطب ده هنلاقيه سطب ده عادي جدا يعني تمام، بس انا مش عايزه دلوقتي، انا بس بوريكم ان احنا نقدر نسطب اي حاجة احنا عاوزينها، بس يكون هو داعمها. فاهمين قصدي ازاي؟ في حاجات ما بتكونش مدعومة فبنضطر نحملها بطرق تانية. ف فخلاص هو مثلا خلاص هو بيسطب اهو، ما تخافوش من الشكل ده يعني. هو بس كل الفكرة ان هو بيعمل سيلكتنج وبريبيرنج سيلكتنج بريبيرنج، يعني هو بيجهز الحاجات دي كأنه بيفك ضغطها وكده وبيسطبها، يفك ضغط ويسطب. فالموضوع مش مفهوش اي صعوبة. يعني احنا لحد دلوقتي جبنا فتحنا تيرمينال، دوسنا هنا فتحنا تيرمينال، فتحنا عادي جدا. طبعا هنسيب ده لوحده. فتحنا تيرمينال اهو، كتبنا عليه سودو apt install gnu radio ودوسنا انتر، وبعد كده دوسنا انتر تاني بحيث ان هو يسطبه. يعني هو ده الكود الوحيد اللي انا هستخدمه عشان اسطب البرنامج. شفتوا الموضوع سهل ازاي؟ مش صعب. انا بس شرحت فيديو طويل جدا علشان بس تبقوا فاميليار مع الشغل ده كله، وان شاء الله ان شاء الله تستفادوا جدا من الفيديو ده. طيب هو حاليا 99% هو. الموضوع بجد بسيط جدا 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 يعني. انا طولت فيها قوي لان هو فعلا بسيط. كده خلص، طالما هو جاب لي ان انا اكتب امر جديد هو كده خلص. طيب في طريقتين ان انا افتح البرنامج بتاعنا. اول طريقه ان انا ادوس على ابلكيشنز واروح ادور عليه. ايه ده؟ هو ده البرنامج اللي احنا هنستخدمه. تمام، دوس عليه هنفتحه. طبعا هنستنى شويه لحد ما يفتح وكده. هو ده البرنامج اللي احنا هنشتغل عليه. طبعا احنا ممكن ندوس بقى ايه، نعمل بقى حاجات زي لاف فيو بقى. فاكرين لاف فيو؟ مثلا اوديو allow اوديو ديكودر ومش عارف كذا، ونحط كذا مع كذا ونوصل كذا مع كذا والكلام من ده. دي كل الفكرة. البرنامج ما فيش ابسط منه لانه حقيقي هو زيه زي لاف فيو. اختار بقى الحاجة اللي انا عاوزها. ده الكور بتاعي هو اوديو بولين اوبريتور اند واور. ممكن احط اند، احط اند كونستانت، احط اور، احط اكس اور، احط مثلا لو انا لا انا مش عاجبني الحاجات دي، انا عاوز مثلا فلتر، اروح على الفلترز اهي. فين الفلترز؟ اهي الفلترز. باند باس فلتر، باند باس فلتر تابس مثلا، دي سي بلوكر. بحط الحاجات عادي جدا زي اللاف فيو. ممكن امسح الحاجات برضو عادي، ممكن اشغل حاجات عادي، ارن من هنا عادي، اعمل جنريت او اكزيكيوت عادي. في فلتر ديزاين تول وحاجات كتير. انا هنا بقدر اديزاين حاجة لسه ما اتعملتش حرفيا. شغل الديزاين بقى هنا، يعني انا بديله السبيسيفيكيشنز المعينه اللي انا عاوز اعملها، وهو بقى بيقول لي ايه، بيشوف لي الدنيا ومش عارف ايه وكده. فالبرنامج ممتع وفي حاجات كتير وكده. في ويب فورم مثلا انا لسه شايفها دلوقتي، مثلا موديليتورز اي ام دي، مش عارف ايه، فريكوانسي موديليتور، وهكذا. يعني البرنامج زي لاف فيو بالظبط. فكل الفكره دي زي ما قلت لكم. هنا انا بخرج بس بيقول لي هتسيف ولا لا، انا مش هسيف. في دي اول طريقه، انا ادوس على ابلكيشنز واروح على جي نيو ريدي وافتح. في طريقه تانية، انا تيرمينال زي ما قلت لكم. التيرمينال ده حياتي كلها. يعني ايه حياتي؟ يعني انا بكتب عليه كل حاجه وهو بيعملها لي. انا هقول له امسح لي الكلام ده، هكتب له كلين. كتبت له كلين يعني امسح لي يا عم الكلام ده، انا مش عاوزه هنا. دوست انتر. طبعا كلير، لا كلير مش كلين، كلير انا كتبت كلين. كلير بس نضف لي كل حاجه. مثلا انا عندي كلام كتير هنا عاوز اشيله، بكتب كلير مثلا، شلت كل حاجه بحيث ان المكان يبقى نضيف. طيب انا عندي طريقه تانية ان انا افتح بيها البرنامج، اكتب اسمه. انا قلت لكم التيرمينال ده بيعمل كل حاجه تتخيلوها. اكتب جي ان يو راديو، بس طبعا ما فيش مسافات وكده والكلام من ده، يعني اكتب اسمه زي ما هو مكتوب. طبعا هنا هو نوت فاوند، لان احنا يعني هم غالبا مش معرفينه على الحاجه دي.
بس يعني لو انا اقدر ان انا أم اشوف اسمه ايه بالظبط، نقدر ان احنا نفتحه عادي بالطريقة اللي هو ايه، اللي هو قايل عليها من التيرمينال. تمام. بس that's all يعني. ما اظنش ان فيها اي حاجة تاني محتاجين نقولها في الفيديو ده. وهنا يعني بشوف بس هو كان اسمه ايه، بس عشان ايه، عشان لو احنا عايزين نفتحه من التيرمينال. هو تقريبا اسمه كده GNU Radio Companion. اجربها برضو بالمرة عشان برضو ايه، GNU Radio Companion. فعلا فتح لي اهو. زي ما بقول لكم ان التيرمينال ده انا بستخدم فيه كل حاجه، بس اكتبها صح، يعني اكتب اسمها صح. انا خرجت من كل حاجه اهو. مثلا هعمل كلير عشان المكان مش عاجبني، كلير. خلاص هكتب الكود اللي انا كتبته من شويه، اللي هو جي ان يو راديو كومبانيون مثلا. لو انا مش عايز افتحها من هنا بقى، احنا بقينا هكرات بقى، بنفتح من التيرمينال، فهدوس انتر هيفتح لي لوحدي. اوكي. التيرمينال ده بيساعدني ان انا اعمل كل حاجه. انا عايز افتح في ال سي، اكتب له افتح لي في ال سي، اكتب بس في ال سي، في ال سي، فتح لي في ال سي اهو. فاهمين قصدي؟ اكتب له اي حاجه بيفتحها لي، اكتب له ريبوت بيعمل ريبوت، اكتب له وهكذا. فاهمين قصدي؟ يعني الاوبنتو ممتع جدا ومفيد جدا يعني، فاتمنى انكم فعلا تتعلموه، وان شاء الله بجد هيفيدكم فوق ما تتخيلوا ان شاء الله يعني. وطبعا اسف ان انا طولت كل ده، بس طبعا عشان كله يتعلمه، وان شاء الله ان شاء الله تكونوا فهمتوا حاجة من اللي انا قلته بإذن الله يعني. آم ودعواتكم بقى معايا يعني ان شاء الله، واشوفكم على خير ان شاء الله. مع السلامة.